ازاي نسعر المنتجات اللي احنا بننفذها بالستايل البوه؟ النهارده هقولك على ابسط طريقه عشان ما اطولش عليكم. اول حاجه لازم بنحسب التكلفه بتاعه الخامات كلها، يعني استخدمتي خيط، استخدمتي شمع، استخدمتي قماش جوخ، استخدمتي بوتات، استخدمتي زرع، بنحط كل التكلفه بتاعه الخامات دي. وكمان بنحط تكلفه الانتقالات لو انت اللي بتنزلي بنفسك تشتري خامات. طبعا مش هنحط التكلفه كامله، احنا بنقسمها على عدد الشغل اللي انت بتنفذيه. يعني مثلا قطعة هنحط عليها 10 أو 5 جنيه على حسب طبعا انت بتنزلي تشتري خامات كام قطعة أو كام أوردر. وبعد كده بنحط تكلفة الكهرباء، وما تنسيش طبعا تكلفة الشمع. طب خلاص احنا المنتج كلفنا 50 جنيه، هنحط قصاده 50 جنيه، يبقى مكسبك هيبقى 50. المنتج كلفنا 70، يبقى مكسبنا هيبقى 70. ودي لو حاجات بسيطة. لو حاجات فيها شغل وفيها مجهود وفيها تعب بنبدأ نحط الضعف، يعني حاجة كلفتك 50 هنبيعها ب150 وهكذا. لو بقى حاجة خدت معاكي وقت ومجهود أكتر. وفي نقطة عايزة أوصلها لكم، اللي بيشتغل لوحده غير اللي بيبقى معاه تيم، فده بيفرق جدا في التسعير.